السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا متابعي ومشتركي قناة أجي زكريا فاميلي في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا البكاء المستمر ديال معلق الجزائري حفيظ الدراجي. البكاء ديالو على عدم وجود رياض محرز في اللائحة النهائية المنافسين على الكرة الذهبية الإفريقية، نظرا لوجود 3 لاعبين، وهو النيجيري والمغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح. صراحة البكاء ديالهم بدا من نهار تعلنت اللائحة الموسعة المنافسة على الكرة الذهبية، بعد ما كان هناك شائعات بأن بونو هو اللي غيكون الفائز ديال بها. خرجت الصحافة الجزائرية كما هي معهود عليها بالبكاء والنويح بأن رياض محرز كيستحقها نظرا لفوزه بثلاثية مع مانشستر سيتي، رغم أنه كان فقط لاعب في دكة الاحتياط. لكن بعد خروج اللائحة النهائية وعدم وجود ياسين بونو ولا رياض محرز ما خلاهمش يسكتوا، بالعكس زادوا كيحتقروا وكيقلوا من المستوى ديال الثلاثي المرشح لهذه الجائزة، بعد ما كان كيقولوا بأن رياض محرز هو اللي كيستحقها نظرا لفوزه بالثلاثية، والثلاثي اللي باقي ما عندوش ما داوش ما حقوش شي نتائج مع الفرق ديالهم كما دار رياض محرز، رغم أن أشرف حكيمي الحق وصل نصف النهائي ديال كأس العالم وفاز بالدوري الفرنسي مع الفريق ديالو الفرنسي. صلاح هاد السنة هادي ما دار والو، ما عنده حتى تتويج. لكن نيجيري موزيس بالعكس فاز بالدوري الإيطالي مع فريق نابولي ووصل لربع النهائي ديال عصبة الأبطال، فهذا كيشفع له انه يكون في هذه اللائحة النهائية. نتمنى ينال هذا الفيديو الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالدعم ديالكم باللي لايك والبارطاج وشي تعليق يكون زوين. نتلاقاو من بعد نهاية الفيديو. حياكم الله، مرحبا. جيتكم اليوم بهذا الفيديو على وقع فضيحة كبيرة جدا صنعها الاتحاد الافريقي لكرة القدم عند الاعلان عن الثلاثة المرشحين للتتويج بلقب الكرة الذهبية الافريقية 2023 بعد ايام طويلة وتقريبا اسابيع، والناس تتحدث، الفنيين طبعا والمتتبعين والمحللين يتحدثون عن صراع ثنائي بين رياض محرز الدولي الجزائري لاعب نادي الاهلي السعودي وبين ياسين بونو الحارس الدولي المغربي حارس مرمى نادي الهلال السعودي. كان بينهما الصراع في الأروقة المختلفة، سواء في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على مستوى الكاف. المفاجأة اليوم كانت كبيرة جدا. كاف أعلنت عن 3 أسماء لا يوجد من بينها لا رياض محرز ولا ياسين بونو. أوكي، ياسين بونو موجود ضمن قائمة 3 المرشحين للفوز بجائزة أحسن حارس لسنة 2023 وسيفوز بها بطبيعة الحال، ولكن رياض محرز لم يجد اسمه في قائمة ولا واحد وجد اسمه، وكانت الصدمة الكبيرة جدا. نتكلم عن صدمة فنية وصدمة أخلاقية أكثر مما هي صدمة أخرى. صدمة أخلاقية بالدرجة الأولى، لأن رياض محرز ببساطة هو بطل دوري أبطال أوروبا، ببساطة هو بطل إنجلترا، ببساطة هو صاحب كأس الاتحاد الإنجليزي، ببساطة هو ثاني أفضل هداف خلال السنة مع فريقه، ببساطة هو أول أفضل ممرر في سنة 2023، شارك في أكثر من 49 مباراة مع فريقه مانشستر سيتي خلال الموسم. ببساطة لم يخسر مع منتخب بلاده الجزائر، فليس هناك أفضل منه. ولكن الاتحاد الافريقي، نقول الاتحاد الافريقي طبعا لانه القائمه صادره منه، اختار
حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي. اختار كذلك أوسيمان المهاجم النيجيري من نادي نابولي الذي فاز بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي. واختار أيضا محمد صلاح الذي لم يفز بأي شيء، وفريقه لم يتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان سيئا. نتكلم على فريق ليفربول، كان سيئا الموسم الماضي. وحنا هنا نتكلم على مستوى سنة 2023، ونتكلم عن المستوى المطلق للاعب صلاح اللي يبقى واحد من أفضل ما أنجبت الكرة العالمية، مش فقط الكرة العربية ولا الإفريقية. ولكن خلال سنة 2023 صلاح لم يكن صلاح الذي نعرفه. فلذلك استغرب العالم كله من هذا الاختيار. أنا قريت شوية ردود الفعل حتى في أوروبا، كانت ردود الفعل قاسية جدا على الاتحاد الإفريقي، والكثير راحوا يسألون عن المعايير التي يختارها الاتحاد الإفريقي لتسليم جائزة أفضل لاعب. فبحثوا ولم يجدوا المعايير التي اعتمد عليها اليوم. حتى المعايير التي تم على أساسها اختيار هذا الثلاثي أيضا لا يوجد أي معيار تماما. نتكلمش على المستوى والقيمة بالمطلق للاعبين الثلاثة، لكن نتكلم على سنة 2023 والتي ولا واحد يقدر يستحق الجائزة أفضل من رياض محرز، وبدرجة أقل حتى ياسين بونو، لأنه لعب نصف نهائي كأس العالم وفاز بلقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع فريق إشبيليا. لو كان النصيري كنا ممكن نقول موجود في الثلاثة أوكي، لأنه أيضا فاز بلقب الاتحاد الأوروبي، كأس الاتحاد الأوروبي مع فريق إشبيليا، وصل لنصف نهائي كأس العالم مع المنتخب المغربي. إذا كان هذا معيار وهذه نتائج تحسب، فلا يوجد لا نصيري ولا بونو ولا رياض محرز، ويوجد صلاح، ويوجد حكيمي، أشرف، ويوجد كذلك أوسيمان. فأنا لا أذكر بأن الاتحاد الإفريقي استفز الرأي العام بمثل هكذا خيارات، ولا أعتقد بأن الذي اختار سواء كان لجنة أو شخص كان في وعيه يعني، وأخذ بعين الاعتبار المعايير التي المعمول بها على مستوى العالم. بعدين الأدهى والأمر في كل هذا لكي تتأكد بأن الأمر مقصود، حتى قائمة الأندية، هل يعقل أنه فريق يفوز بكأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي في سنة 23 لا يوجد في القائمة؟ هل يعقل هذا الفريق لا يوجد في القائمة ولكن مدربه يوجد في قائمة المنافسة على لقب أفضل مدرب في السنة؟ فهذه المعادلة أنا شخصيا لم أفهمها، واللي فهمها يفهمني من فضله بعد ما يشوف هذا الفيديو. فريق فاز بكأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي وعلى الأهلي، مش على أي فريق، تكلم على كأس السوبر الإفريقي، وأطاح في كأس الكاف بنوادي عملاقة في أدوار مختلفة. هو لا يصنف، ومدربه اللي هو عبد الحق بن شيخة يصنف ضمن قائمة الأحسن المدربين الثلاثة، وقد يختار كونه أفضل مدرب خلال سنة 2023. هذا بارادوكس آخر، وهذا تناقض آخر، لكن يبقى التناقض الأكبر هو رياض محرز الذي لم يختار حتى ضمن القائمة. أنا فهمت، أتصور بأنكم فهمتم، والذي لا يريد أن يفهم فأنا متأكد بأنه فهم لماذا لا يريد أن يفهم. ومن منطلق هذا الفهم أرجو منكم أن تفهموا جيدا بأن شؤون الكرة لم تعد كرة، نتكلم عليها عموما، مش فقط في إفريقيا ولا في الجزائر ولا في تايوان ولا في الهند. كرة لم تعد مجرد كرة، يجب أن نفهم. والحرب دول، يوم لك ويوم عليك. يكون لديك القدرة على الاستثمار في قدراتك أو في وضع معين فليكن لك ذلك، وعندما يأتي دورك لا يجب أن ترحم أحدا، لأن رياض محرز لم يرحم، ولأن المنطق لم يرحم، ولأن الأخلاق لم تحترم،
وإن القيم والمبادئ والمعايير أيضا لم تحترم في عالم يريدونه أن يكون عالم وحشي، في عالم رياضي يجب أن نتحلى فيه كلنا بما يسمى بالروح الرياضية. ولكن عندما يصل الأمر إلى هكذا فضيحة كبيرة جدا، ولا تضع بطل أوروبا وبطل إنجلترا وصاحب كأس إنجلترا وأفضل هداف وأفضل ممرر في قائمة 3 المرشحين، واو، فلنقرأ على القيم والمبادئ. السلام عليكم. كما شفتو كاملين في هذا الفيديو هذا، حفيظ الدراجي كعادة ديالو البكاء والنويح في أي حاجة. دائما هناك مؤامرة ضد الجزائر، مؤامرة ضد الجزائر. الكاف ما بقاش عنده قيمة، ولا مسيطر من طرف المغاربة، من طرف نفوذ يقجع، وهذا كله في مخيلة هاد الناس هادو. وصراحة هناك ملاحظة واحدة من عندي أنا، هي أن ياسين بونوس يستحق أنه يكون متواجد في المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، لكن ما قدر الله شاء فعل. هناك منافس مغربي في اللائحة، وياسين بونو مترشح لجائزة أحسن حارس في إفريقيا، وصراحة هو اللي كيستحقها نظرا للمستوى ديالو الكبير مع النادي ديالو إشبيلية سابقا، وحاليا مع النادي الهلال السعودي، والنتائج اللي حققها مع المنتخب المغربي في كأس العالم في قطر. كنتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش بالدعم ديالكم باللايكات، لان هي اللي كتوصل الفيديو لعدد كبير من المشاهدين. وما تنساوناش بالبارطاج والتعليق يكون زوين. وشكرا للناس اللي مساندانا في هذه القناة من بدايتها.